أقدر لازم كل أسبوعين أسوي ماسك الشعري. فهذا من الماسكات اللي كلش هواية يعني أحبه، بيه 3 مكونات بس: زيت جوز الهند، بيضة، وزيت الزيتون فقط لا غير. ينطي لمعة للشعر، ينطي نعومة للشعر، ينطي كثافة للشعر. طبعا زيت الزيتون عندي يا جامد، هسه شوية هو خلال المزج راح يموع. راح نمزج هاي المكونات ال3 كلهم سوية لبعد المزج صار عندي جاهز. بس إذا أنتوا تعتقدون إنه ريحة البيض راح تطلع، أنا بالنسبة لي ما تطلع، أوكي؟ لأن أضيف ملعقة واحدة من ماسك الشعر، مو البلسم، يعني مو البلسم اللي هو الكونديشنر، لا هذا الماسك مات شعر، هير ماسك، أوكي؟ أضيفه وأرجع أمزج المكونات كلهم سوية. هير ماسك كلش هواية مفيد للشعر وراح ينطي ريحة طيبة. بنفس الوقت عندنا زيت زيتون، زيت جوز الهند، هواية ينطون لمعة للشعر وأني أحبهم. هذا الماسك أسويه من زمان كلش حبه. راح ناخذ الماسك مالتنا نخليه من الجذور حتى الأطراف. أنا أخليه نعم للجذور وأسوي مساج، لأنه ما راح أبقي الزيوت هواية بشعري. راح أبقي الماسك هذا من ساعة إلى ساعة ونص كلش كافي، وأغسل الشعر. فأني أني أحب الزيوت على شعري والنتيجة تطلع كلش حلوة. فكل وحدة وحسب شعرها واللي تخليه عليه. المهم فأخليه من الجذور للأطراف، بس شنو أسبح الشعراية، يعني أخليها إنه هي كل المادة تكون بيها، وأسوي لها مساج خفيف. الجذور أهم شي. واو بهذه الطريقة شوفوا كل الشعراية صار عليها الماسك، كل الشعر بهذه الطريقة. ومبقي قلت لكم من ساعة إلى ساعة ونص. حطيت لكل الشعر وراح البسها ركب. بنات نخليه قلت لكم ساعة إلى ساعة ونص. ومن تجون تغسلون شعركم غسلوه مرتين، دائما غسلوا شعركم بالشامبو مرتين. اول مرة يروح الاوساخ والزيوت من الشعر، ثاني مرة حتى الشعر يستفاد من الشامبو. راح نستفاد من عنده ساعة ونص ونغسل، وراها اشوفكم لما انشفه شلون اللمعة حلوة. هذا اشوفكم نتيجة الماسك. انا بس ضربته هواء وحطيت الرولات شوية على مود ياخذ فوليوم حلو، بس ما سشورته، بس نشفت الشعر. بس ما شاء الله بس باعوا ما شاء الله اللمعة شلون مبينة. اكو ايه. وهسه الجهة هذه هم بس على مود ياخذ فوليوم. هاي ما صار لهن يمكن 10 دقائق من حطيتهم بشعري، وخليت له بس هواء بدون ما اسشوره. بس اريد اشوفكم اللمعة. زين باعوا اللمعة ما شاء الله، وتحسون الشعر هيجي ناعم وهيلث. اي سووا على نفس الطريقة كل 10 ايام او كل اسبوعين مرة. زين انا بس اخلي له هواء واخلي له رولات هيك يصير. بعد ما شاء الله اللمعة ونعومة هيك تحسون شعر صحي كثيف حلو ناعم. وشنو ارتقول لكم، راح اثبت لكم يا يوتيوب على مود شو كنت ما تردون تسوونه سووا على نفس الطريقة وما تنسون. وما شاء الله الشعر طولان في القصة، طولانة وياه صار كأنما سبعينات ثمانينات. كلش احب القصة صايرة على هذا على هاي الطريقة مع الرولات.